حوض المطبخ السمارت من الحاجات الشيك جدا اللي ممكن نعملها عندنا في المطبخ. هوريكم في الفيديو ده ازاي بنستخدم الحوض سمارت. الحوض ده 5 زرار. طيب ايه هما ال5 زرار دول؟ في زرار عندي بيشغل الفلتر، في زرار عندي بيشغل الشلال ده، في زرار بيشغل الحنفية ده. الحنفية دي ليها شكلين ننزل منهم المية، وفي نفس الوقت ممكن ازود ضغط الميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مجرد ما بنزل الزرار الحنفيه بتشتغل، مجرد ما برفعه الحنفيه بتقفل. عندي الزرار ده بتاع تنظيف الكاسات او الكوبايات. بحط الكوبايه كده في مكان او المخرج اللي بيطلع الميه، وادوس على الزرار بتلاقيها اتغسلت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عندي زرار هنا بيعمل لي شلال تاني، مع العلم ان الشلال ده اقدر انزله كده واقدر ارفعه. عندي البكرة دي بتاعت الصرف. بتعمل ايه في الصرف؟ البكرة دي اقدر اقفل بيها صرف الحوض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فلو عايز املى الحوض ميه هلاقي ان الصرف اتقفل من البكرة دي والحوض هيتملي ميه. اما لو عايز افتح الصرف فبلف البكرة تاني، الصرف بيترفع والميه بتنزل في المجرى بتاعه. من مميزات الحوض ده برضو ان الصرف فيه معمول بشكل احترافي. هتلاقوا ان القاعده بتاعه الحوض مايله بزوايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحيث ان هو يسهل او يسرع حركه الميه. الحوض بيجي معاه القطعه دي، ودي عباره عن مصفى، وبيجي معاه القطعه دي ودي برضو عباره عن ان انا اقدر مصفى برضو اقدر اغسل فيها اي حاجه انا عايزها، وفي نفس الوقت اقدر اقفل الصرف بتاعها. وبيجي معاها قطعه الخشب دي اللي هي عباره عن قطاعه ممكن اقطع عليها اي خضار او اي فاكهه، وكل قطعه من دول ليها مكان بتتحط فيه في الحوض. وعندي هنا ده زرار او ده المقبض بتاع الصبانه بتاعتي. بالنسبه للحوض، فاول ما بفتح الميه عندي هنا مؤشر او عداد بيقول لي درجه الحراره قد ايه بتاعت الميه، وفي نفس الوقت بيقول لي انا فتحت الميه كام ثانيه. ده غير ان في لايت او نور شكله شيك جدا بينور لما بفتح الميه. اما بالنسبه للبكره دي فدي من خلالها بقدر اتحكم في درجه حراره الميه بعد ما السخان اللي متوصل بيه الحوض يشتغل. فالحوض السمارت حاجه جميله جدا وحاجه جديده في الديكورات او في احواض المطابخ. بيسهل على ست البيت الاستخدام بتاع الحوض، وبيدي شكل ديكوري جميل جدا للمطبخ بتاعنا.